السلام عليكم. كما عودناكم إخواني المغاربة من طنجة إلى القويرة، إخواني المغاربة داخل الوطن وخارج الوطن، كما عودناكم على الدفاع عن القضية الوطنية، عن الوحدة الترابية، في خطوة خبيثة واستفزازية من طرف النظام الجزائري الذي يعاني من عقدة مزمنة اسمها المغرب. قام المواطن الجزائري الحامل للجنسية الفرنسية رشيد نكاز يوم الاثنين 17 مارس الجاري لمهاجمة الوحدة الترابية للمملكة بكيفية مدروسة في توقيتها وفي مكانها وفي دلالتها أثناء زيارته إلى مراكش، وبدون أي خجل أو أي احترام لمنطق التاريخ والجغرافيا. ظهر نكاز في فيديو نشره على قناته على اليوتيوب وهو يتحدث عن الصحراء المغربية التي استرجعها المغرب عن طريق المسيرة الخضراء، واصفا هذا الحدث بكونه احتلال، متجاهلا حتى الاعتراف الفرنسي والإسباني بمغربية الصحراء، وهما الدولتان المستعمرتان السابقتان للصحراء التي أكدتا مغربية الصحراء حتى قبل قيام الدولة الجزائرية ذاتها. ولم يقف العميل الجزائري عند هذا الحد، بل مضى في تزوير التاريخ، معتبرا أن الكتبية المتواجدة في مراكش بناها الجزائريون كما عودونا في المواقع ديال التواصل الاجتماعي، ما اعترفوا بميريكان واعترفوا وكذا. إنها قمة حماقة وتفاهة هذا العميل الجزائري. لكن لفهم دلالة أبعاد هجوم هذا العميل الجزائري على المملكة الشريفة وحدتها الترابية يجب وضع تصريحه في سياقه العام. أولا، توقيت. اختار وقتا يتميز بشبه القطيعة بين فرنسا والجزائر والاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء، وباختناق كل مناورات النظام الجزائري الذي يعيش عزلة دبلوماسية جهوية وقارية ودولية، وتحول كل أوهامه الجو السياسي لسراب، الجزري ديالو كامل مشى في الخوا. ثانيا، المكان. اختار العميل الجزائري مدينة مراكش لحمولتها التاريخية وسمعة الكتبية لرمزيتها، ليعبر عن عقدة النظام الجزائري من عراقة تاريخ المملكة المغربية عموما وتاريخ مراكش خصوصا. ثالثا، الوثائق التي اعتمدها في الفيديو من خلال هجومه على الوحدة الترابية المغربية وبمراكش، ومن جانب سمعة الكتبية، يتبين أن زيارة عميل النظام الجزائري للمغرب كانت من ورائها النظام الجزائري الذي مده بوثائق معينة مزورة استفزازية، وهو ما يدل على أن زيارته ذات أهداف سياسوية حدد معالمها النظام الجزائري. رابعا، بثه للفيديو وهو يحمل ألوان العلم الجزائري، فضح وضعه هذا العميل حول عنقه. تورط النظام الجزائري في العملية، وهذا كافي للتأكيد على أن زيارة هذا العميل الجزائري
كانت من تخطيط المخابرات الجزائرية، لكن بسيناريو وإخراج رديئين. خامسا، جنسيات منفذ الخطة الجزائرية: رشيد نكاز، مواطن فرنسي من أصول جزائرية، واختياره ليقوم في هذه العملية الخبيثة للهجوم على المملكة وعلى الوحدة الترابية من مراكش كان مدروسا، لكون المخابرات الجزائرية تعرف أنه سيكون محميا بجنسيته الفرنسية، وأن السلطات المغربية مدركة جيدا المخطط الجزائري الذي يستهدف تأزيم العلاقات الفرنسية المغربية على شاكلة الموقف الفرنسي من قضية سنصال الجزائري ذو الجنسية الفرنسية، والذي تم سجنه بسبب موقفه من الوحدة الترابية للمملكة للمغرب، وهي قضية أزمت العلاقات الفرنسية الجزائرية. لذلك وضع النظام الجزائري هذه الخطة لتأزيم هذه العلاقة المغربية الفرنسية ليسقط المغرب في سجن رشيد نكاز فرنسي الجنسية الذي تهجم على الوحدة الترابية المغربية بمراكش. لكن ذكاء وحكمة السلطات المغربية دبرت تصريحات نكاز استفزازية ضد المغرب بنوع كبير من المسؤولية والتبصر، لأنها لا تريد السقوط في فخ المخابرات الجزائرية التي قهرتها حكمة تمالك وإيمان شعب بعدالة قضيته. وأمام تصرف العميل الجزائري هذا نردد الوصف الذي أعطاه الرئيس الجزائري لبوعلام سنصار، وهو أن رشيد نكاز محتال مبعوث من طرف النظام الجزائري. وكما قال ميكيافيلي: إنها متعة مضاعفة عندما يخدع المخادع نفسه. الصحراء المغربية، المغرب، النظام الجزائري، الوحدة الترابية. شاهد أيضا المغرب يشعل معركة الظل وحدات حرب إلكترونية قرب سبتة ومليلية، وتوقعات إيجابية للاقتصاد العربي والمغربي في 25 التحديات. إذن حنا الحمد لله كما كتلاحظوا بأن المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وشوف ما خلاو هاد الشير ديما ديال هاد الكابرانات ما خلاوش داروا. وهنا كيبين بأن الجزائريين راه ماشي سهل باش يكونوا مزيانين مع المغاربة، لأنهم رباوهم 62 سنة هما كيربيوهم على الحقد على المغرب. هنا كيبين بأن الجزائريين كاملين لأن صعيب 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 باش يندمجوا مع المغاربة، وصعيب صعيب صعيب باش يعرفوا المغاربة، ما يقدروش يعرفوا المغاربة لأنهم مقطوع عليهم التواصل باش يجيو للمغرب، وثانيا قراوها لهم في المدارس، وثالثا الإعلام ديالهم كله كامل، الإعلام ديالهم كامل هو كيهضر كله كذب في كذب، ما كيوصلوش لهم الحقيقة، وهما يلاه كيشيتوا النظام. الإعلام ديال يلاه كيشيت النظام وكيوصل لهم الأوهام، ومعيشون في الأوهام، لا في الكرة لا في الاقتصاد لا في السياسة ولا في كل شيء، ولا حتى في السياسة الخارجية ولا الداخلية. العالم كامل صبح كيعرف الجزائريين والنظام ديال الجزائر. إذن حنا المغاربة ما غنتسناو منهم والو، ما نتسناو من هاد الناس والو. والعاطفة خصنا نحيدوها. هاد الناس خصنا نعرفوهم بأن هاد الناس كيتسناو بينا غير نضعفو. شي من غادي يضعف المغرب
وضعاف المملكه وضعاف المغاربه، هذوك الناس ديك الساعات غادي يلقاو الضاله ديالهم. ولكن مادام المغاربه متشبتين بالوحده الترابيه ديالهم، متشبتين بملكهم، ومتشبتين بأنهم مجند وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس، هنا ما عندهم ما يصوروا منا، ما عندهم ما يديو منا. إذن خصنا نخدموا على الجبهة الداخلية، خصنا نخدموا على الجبهة الداخلية ديالنا وعلى التماسك الاجتماعي ديالنا، نبقاو ديما متماسكين وديما نبقاو متراحمين بعضياتنا، ونبقاو ديما متعاونين بعضياتنا، ونردوا البال لبعضياتنا، وتبقى القضية الوطنية ديما فوق كل اعتبار، وتبقى ديما هي فوق كل اعتبار. نتخالفوا في كل شيء حتى الملكية والصحراء والوحدة الترابية هذه غادي نتجندوا فيها وغادي نتجمعوا فيها، وغنكونوا فيها جسد واحد، ونكونوا فيها كلمة واحدة، ونكونوا فيها لحمة واحدة. وراه إن شاء الله ما حدنا قويين، ما حدنا متضامنين، وما حدنا فهمتي نوقفوا على خيطنا ونعرفوا واش كنديروا. هاد الناس راه صعيب، هاد الناس راهم مشاو بغا يبيعوا الجزائر، يبيعوها كامله من اجل باش يهرسوا المغرب، يبيعوا الثروات ديالها ويبيع باش يقسموا المغرب. ولكن حنا هيهات المغاربه مسلمين مؤمنين وفيهم الدين، متربين على الاخلاق، الزوايا، المساجد، بيوت اسمو مساجد ديال قراءة القرآن، المدارس ديال القرآن، إمارات المؤمنين، هادشي كامل ما غايش يقدروا عليه. إذن ديما غادي نبقاو مشبهين. إخواني المغاربة، أنا كنحييكم وكنشد بيديكم، حنا كمتطوعين المسيرة الخضراء استرجعنا الصحراء في العهد ديال حنا كنتسماو من حنا كمغاربة الجيل الذهبي، جيل الحسن الثاني، الجيل الذهبي. رجعنا الصحراء والحمد لله حنا عايشين فيها واكلين شاربين فيها، والمسيرة ديالنا باقا مستمرة مع جلالة الملك محمد السادس في البناء والتشييد، والحمد لله راه بدينا كنجنيو الثمار ديال المجهودات ديال الملوك العلويين، بدينا كنجنيو الثمار، لأن هاد الأرض هادي راه حنا حاسدين فيها، لأن هاد الأرض هاد البلاد جات في السوكة، هاد البلاد هادي ما كرهوش يقسموها ويجسؤوها، وما كرهوش يسبوا لنا في الحروب الأهلية بيناتنا. ولكن هيهات والحمد لله هذا من فضل الله، والناس المتطوعين باقين في الكلمة ديالهم، والمغاربة كاملين مستعدين يتطوعوا. غدا قالوا لهم الصحراء الشرقية نمشيو ليها، غدا قالوا لهم نمشيو نثبتوا المليلية نمشيو ليها. إذا المغاربة جنود مجندون وراء صاحب جلالة. وتحية لكل مغربي ومغربية داخل الوطن وخارج الوطن. معكم أخوكم محمد عزي، رئيس المنظمة المغربية المتطوعين المسيرة الخضراء، ورئيس فرع مؤسسة مبادرة الصحراء في المغرب والمغرب في صحرائه بجهة الدخل والذهب. وتحية لكم.